بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ازاي حضراتكم؟ أنا دكتور أحمد الشربيني، أخصائي أمراض القلب. إيه بقى يا سيدي موضوع الماكسيموم توليريتد دوز ده؟ كتير من مرضى الضعف المزمن في عضلة القلب أو قصور الشرايين التاجية بيجي في المواعيد اللي احنا متفقين عليها للمتابعة. أخبارنا إيه؟ الأخبار كويسة، مجهودك عامل إيه؟ مجهودي كويس، في أي أعراض؟ مفيش أي أعراض. أفحصه ألاقي الأمور كويسة، الضغط كويس والنبض كويس. طب ايه يا دكتور الخطوة اللي بعد كده؟ المريض يفاجئ ان انا بزود في العلاج، يجي الزيارة اللي بعدها نفس الوضع، كل حاجة كويسة وانا شايف كل حاجة كويسة، ويفاجئ ان انا برضو بزود في جرعات العلاج، فيبتدي يتساءل ويستغرب، هو انت ليه بتزود لي الجرعات؟ انا زهقت من العلاج، او انا مش عايز ازود في العلاج، او المفروض ان انا كويس فانت المفروض ما تزودليش في العلاج. من هنا لازم نعرف ونفهم يعني ايه كلمة ماكسيموم توليريتد دوز. أدوية كتير بتستخدم في ضعف عضلة القلب وفي قصور الشرايين التاجية مش بس لتحسين الأعراض، كمان للحماية من المضاعفات وتقليل حدوث الأزمات واللجوء للمستشفى. الأدوية دي بنديها بجرعات صغيرة في البداية، ونبتدي نزود الجرعات تدريجيا مع الزيارات بما لا يضر مصلحة المريض. من هنا جت كلمة ماكسيموم توليريتد دوز، أو أقصى جرعة يقدر يتحملها المريض وما يحصلوش منها مشاكل. الأدوية دي مش بس بتحسن الأعراض، لكن كمان الأدوية دي اكتشفنا إنها بتقلل حدوث الأزمات والمضاعفات وبتقلل اللجوء للمستشفى. كده ما تقلقش وما تنزعجش لما تروح للدكتور في مواعيد الزيارة وتفاجئ إنه بيزود لك من جرعات علاجك، هو خايف عليك برضه. ادعوا لوالدي بالرحمة والمغفرة، ودمتم بصحة وعافية.